قررت من النهاردة ان انا ما اشتريهوش من بره تاني، لان رحت اشتريه لقيته غالي جدا جدا. شفت القطعة الواحدة بتنباع بقد ايه؟ بلاش نقول الاسعار، طبعا كلنا عارفين سعره ايه بره. فقررت اعمله النهاردة. نسمي الله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، وندخل نشوف. عملنا النهاردة الكرواسون بطريقة بسيطة وسهلة ومخدش وقت معانا، وطريقة ناجحة جدا. بس متنسوش تعملوا لايك واشتراك في قناتي، ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. اول حاجة جبت 2 بيضة، طبعا بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش ساقعة. كده حطيتهم في بولة. طبعا هنعمل النهاردة على ايدينا. وهحط طبعا في بيض، يبقى لازم نحط فانيليا. تمام. لو في بيض يبقى لازم فانيليا. تمام كده. هحط كمان السكر بتاعنا، 3 معالق كبار من السكر. يبقى 2 بيضة، فانيليا، 3 معالق كبار من السكر. تمام كده. وادي كيس خميرة عندنا، يعني كيس الخميرة ده بيعادل معلقة ونص من الخميرة. هننزل كده كوباية مية دافية دافية، مش سخنة ولا ساقعة. هدوب المكونات ديت معانا، وهسيبها كده من 5 دقايق ل10 دقايق لحد ما نحضر الدقيق بتاعنا. طبعا ما تنسوش الاشتراك وتشيروا الفيديو لأكبر عدد ممكن، واللي ما عملش اشتراك لازم يعمل اشتراك عشان يوصلكم كل جديد في قناتي. ادوب اول حاجة السكر، لازم يدوب كويس جدا مع الخميرة والبيض والفانيليا. تمام. معايا هنا كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هحط عليه كمان نص معلقة صغيرة من الملح. طبعا الدقيق بتاعنا انا نخلته كويس جدا. هقلب المواد الجافة دي مع بعض الاول. والاهم من اي معجنات يا جماعة، لازم تنخلي الدقيق كويس جدا قبل ما تستعمليه. تمام. بعد ما عدى 5 دقايق او 10 دقايق بنزل بالدقيق بتاعنا. هنزل نص الدقيق الاول واقلبه. تمام. وبعدين باقي الدقيق هننزله برضو. طبعا المضرب مش هينفع، اشتغلي بايديكي بقى احسن. عندك عجان اشتغلي بالعجان. انا النهارده قررت اعمل بايديا مش بالعجان، علشان اللي ما عندوش عجان عادي لا، الامور سهله جدا. مش لازم ان انت تستعملي عجان عشان ايه؟ تعجنيه. فقررت ان انا ما اشغلش العجان بتاع النهارده، وقلت لازم اعجن بايديا علشان اوضح لكم ان الموضوع سهل جدا، وهنعمل الكرواسون سهل وبسيط وبايدينا كمان. نزلت كل كمية الدقيق بتاعنا، انا هعمل النهاردة كيلو. وبعدين نزلت كمان كوباية مية دافية، حطينا كوباية في الاول مع الخميرة والسكر لو تفتكروا، كوباية كمان. وهبدأ اعجن. وطبعا المية على حسب نوع الدقيق بتاعنا. طبعا كده هحتاج مية تاني، فانا بنزل مية شوية بشوية لحد ما اوصل للسمك اللي احنا هنشوفه دلوقتي. شايفين العجينة بتاعتنا كده كويسة ممتازة. خدت معانا مية قد ايه؟ خدت معايا حوالي 2.5 كوباية من المية. قلنا حسب نوع الدقيق، ممكن تاخد معاك 3 كوبايات مية، ممكن ما تاخد كوبايتين بس، على حسب. هدلنا عجن كده شوية حوالي 5 دقايق. العجينة لقيتها كويسة طرية ومظبوطة معانا. معايا هنا ربع كيلو من الزبدة. الزبدة افضل كتير من السمنة، علشان جالي تعليق على صفحتي على الفيس ينفع استعمل السمنة. هي السمنة مش هتقول لأ، بس الزبدة بتبقى ايه افضل من السمنة في الكرواسون. ده ربع كيلو من السمنة، يعني حوالي 250 جرام من الزبدة، ولا هي لا مؤاخذة 250 جرام من الزبدة. وهدا النعجن هتلاقي العجينة سايحة في ايدك وساحت وسايبة، ما تقلقيش خالص، اوعى تقلقي. كل ما تعجني اكتر واكتر هتلم معاكي شوية بشوية لحد ما بقت بالشكل ده. سيبتها نص ساعة اختمرت معانا. شايفين العجينة ملبن، مش محتاجة ان انت توصفيها، طبعا واضحة في الفيديو. بتتفرد من غير اي نشابة ولا اي حاجة، ملبن في ايديكي، ناجحة جدا وزي العسل، مش محتاج اي حاجة. هرش بس رشة دي كده عشان اقدر افردها زي ما انا عايزاه. ممكن هعملها لكم بطريقتين. اول طريقة ممكن انت تفردي العجينة كلها زي ما انا هفردها كده. تمام. ممكن كمان تقسميها قطع وتفرديها حتة حتة على قدك برضو، يعني كده ينفع وكده ينفع. كده قسمتها. فردت العجينة كلها، وهبدأ اظبطها كده من الجناب الزيادات، واظبط الحراب بتاعت العجينة. وممكن تعمل بقى كرواسون كبير، تعمليه صغير. انا عايزة اعمله حجمه صغير، فهنشوف دلوقتي. هتلاقيني
بعمل احجام ما تكونش كبيرة، تكون صغيرة وفي نفس الوقت مش صغيرة قوي، يعني السمك بتاعها كويس. طبعا العجينة يعني ما شاء الله طرية وزي العسل، ملبن في ايدي، وخصوصا ان الجو كمان حر. شايفين حجم القطعة قد ايه؟ انا هعمل كرواسون ما يكونش سمكه كبير كده. بعد ما عملت اول حاجة ديت القطعة العجين اللي احنا بنشيلها في الزيادات، دي طريقة تانية ممكن تقطعيها حتت صغيرة وتفرديها تبقى سهلة في ايديكي يعني. دي بس انا برجح الاحسن والاسهل ومش هتتعبك ان انت تعمليها حتت صغيرة في حتت صغيرة زي ما انا بعملها كده. خدت حتة عجينة صغيرة وبفردها علشان اقدر اتحكم فيها ما تبقاش، وخصوصا لو انت الرخامة بتاعتك او الحاجة اللي انت بتفردي عليها مش كبيرة قوي، فهتتعبك لو انت فردت العجينة كلها مرة واحدة. شايفين عملت قطع صغيرة اهو عشان انا عايزة اعمل كرواسون صغير بالشكل ده. الحشوة بقى انا هحشيها شوكولاتة، ممكن تحشيها جبنة، ممكن تحشيها شوكولاتة. شايفة الكرواسون صغنطوطة ازاي؟ جبت قطع شوكولاتة انا هحشيها شوكولاتة كلها. شايفة قد ايه صغنطوطة كده وزي العسل كده ودمها خفيف. عملنا كده دي اول صينية، بسيبها كده شوية يجي من 5 دقايق ل10 دقايق تختمر تاني. طبعا في بعض الوحدات هتلاقيها زايدة في الحجم، دي اختمرت معانا. جبت صفار بيضة وعليها رشة من الفانيليا ودهنتها، دخلتها على درجة حرارة عالية في الفرن، خدت اللون الذهبي الحلو بتاعنا ده. بدهنها وهي سخنة اول ما بتطلع فورا. جبت معلقة مربى، اي نوع مربى عندك، عليها شوية مية دافية كده بسيطة، وقلبتهم وهبدأ ادهن الكرواسون بتاعنا. بياخد لمعان حلو كده، بيبقى بالشكل العسل ده. شايفين؟ هبدأ بقى اغطيها عشان تبقى طرية. ايه رأيكم في الجمال واللون الحلو ده؟ بعد ما دهنت مربى بغطيها بأي فوطة عندك عشان تدنها طرية، ولما بتبرد تبقى بألف هنا وشفا. جربيها. بصي قطنة عاملة زي السفنجة، قطنية وجميلة وهشة ومورقة، بتحكي عن نفسها، مش محتاجة ان انت توصفيها. طبعا شكلها باين وزي العسل، حلو قوي قوي. والألذ من كده ان هي كانت خفيفة ولذيذة للفطار، وكمان قاعدة بالليل سهرانة هتاخدي لها مع كوباية شاي بلبن كده، حلوة قوي جميلة جدا. جربي طريقة الكرواسون ده، سهلة قوي قوي ومش محتاجة وقت وجميل جدا. طبعا الجو من دول حر فالعجينة بتخمر على طول. وبألف هنا وشفا، اشوفكم على خير.